انا عشمت الست ووعدتها وان شاء الله اكون قد كلمتي، ما اتعودتش ان انا اقول كلمه ما اكونش قدها. الست اللي اتطردت ببضاعتها وعليها 3 شهور ايجار زي ما انتم شايفين ما شاء الله البضاعه كتير. بتقول اطفال عليها 3 شهور ايجار، عليها فلوس لسه بضاعه، طلبت مني ان انا ابيع لها البضاعه بتاعتها وتطلع لله باقل من سعر جملتها. احنا بقالنا ده 3 يوم على التوالي الحمد لله، اللهم لك الحمد. كتير من اخواتي شاركوا معايا، الله يجازيكم خير يا حبايبي ويجعلكم يا رب يعني يتكتب لكم كسوه الجنه. فعايزين نخلص بقيه الحاجه عشان انا برضو صاحبه عيالي يا حبايبي، وعايزه اشوف اكل عيشي، لان نشاط المطعم اصلا يعني اكل مش ملابس، ولكن هو تطوع مني لله. اسال الله العلي العظيم يكتب لي الاكل ويكتب لكم معايا الاكل. ادخلوا معانا، قطعه 50 جنيه هنطلع ان شاء الله العدد اللي نقدر عليه. القطعه تطلع للناس المحتاجه، عمال النظافه وابناء الناس اللي ايتام وهكذا، وفي منهم جزء ممكن يروح دار ايتام. وباذن الله اللهم لك الحمد، باذن الله ان شاء الله نخلص الكميه على خير. لسه في كمان حاجات اجهزه وفي ستاير وفي سجاد وفي في حاجات كده مختلفه، بس خلينا نخلص من شنط الهدوم لان هي ما شاء الله كتير. بصوا انا مش عارفه انتوا شايفين الشنط ولا لا، كتير 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 غير اللي بيتفرز جوه. فمنكم معانا على البث المباشر. الرقم هو انستا بيو كاش. اي حاجه هتيجي للست 100 جنيه 50 جنيه هطلع بيها لان احنا مش هناخد فلوس غير على قد البضاعه. تمام، فجزاكم الله كل خير. فيلا شدوا حيلكم معانا اهو، انستا بيو كاش اهو باسم مروه، الرقم اللي على اليافطه. بحبكم في الله، ويلا بينا على البث لو حد عايز يشارك معانا على البث.